عارفين وانا ثابت كده وما بتحركش جوايا طاقة كبيرة جدا ممكن تهد جدار. ولا دي مش مبالغة، دي هي الفيزياء. النهاردة الفيزياء هتعلمنا نعرف ازاي الأجسام وهي ثابتة تبقى شايلة طاقة مهولة جدا، طاقة كبيرة بنسميها طاقة الوضع. نسمي الله ويلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب أولى إعدادي، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنسمي الله، وتكملة من شرح الحصة اللي فاتت شرحنا الجزء الأول من درس طاقة الوضع. النهاردة هنعرف يعني إيه طاقة وضع ويعني إيه طاقة من الأساس. بس قبل ما نبدأ محتاجين نعرف حاجة، هي ضبط المتغيرات. يعني إيه ضبط متغيرات؟ ضبط المتغيرات دي بتبقى مهارة بحث علمي بنستخدمها عشان نتعرف أو ندرس تجارب بنقوم بيها على المقارنات العلمية. طب معنى إيه الكلام المجعلص ده؟ معنى إن أنا مثلا جاي بعمل تجربة، فعاوز أعرف الأسباب اللي بتخليني أقوم أو آخد النتائج المترتبة على الأسباب دي. فهي دي التجربة بتاعتي مبنية على إيه؟ أسباب ونتائج. فضبط المتغيرات دي حاجات أنا بظبطها أو حاجات أنا بثبتها عشان أقدر أتحكم بالأسباب والنتيجة بتاعتي دي. طيب، يبقى هي إيه؟ هي مهارة البحث العلمي المترتبة على دراسة المقارنات العلمية. جميل. طب عندنا احنا بنقول ضبط متغيرات، يعني هي اكتر من واحدة. طب هي عندي بتنقسم لإيه؟ عندي مثلا أول حاجة هو المتغير المستقل. المتغير المستقل ده هو السبب بتاعي، هي الأسباب اللي أنا بتحكم فيها أو بغيرها عشان أقدر أتحكم في النتيجة بتاعتي. يعني هنا أنا بغيرها، أهم معلومة عندنا فيها اللي أنا متغيرة أو بغيرها أثناء التجربة. بغيرها ليه يا مستر؟ عشان أقدر أتحكم في المتغير التاني وهو المتغير التابع اللي هو النتيجة. ودي اللي انا بعمل التجربة كلها اصلا عشان اوصل للمتغير التابع بتاعي اللي هي النتيجة. بقدر اتحكم فيها بواسطة المتغير المستقل. تالت حاجة عندنا وهي متغيرات، بتسمى المتغيرات الضابطة. ومن اسمها هو انا بحطها عشان تضبط لي التجربة او بتبقى حاجات ثابتة في التجربة. تعالوا ناخد مثال عشان نعرف مثلا المتغيرات دي بتبقى شكلها عامل ازاي. يعني المثال ده مثلا عندك في الكتاب، تمام؟ هنا انا بعمل تجربة على زراعة، تمام؟ عندي مثلا اهي تربة ونبات اللي هي بينتج منه البذور، وعندي مثلا ضوء الشمس. دي كلها ايه؟ لو خدت بالك هنا في اول خطوة، هنا عندي تربة، هنا عندي تربة، وهنا عندي تربة. والتربة عشان يطلع فيها نبات لازم بذور، وطاقة الشمس ثابتة اللي هي الطاقة الضوئية عشان النبات يعمل عملية البناء الضوئي. أصبحت الخطوة دي ثابتة في كل التجربة. فهي دي عندي دي المتغيرات الضابطة. يبقى عندي ده كله اسمه المتغيرات الضابطة. جميل. طب أنا عندي هنا نشوف خطوة خطوة. هنا هو سقى النبات، تمام؟ سقى النبتة دي والنبتة دي، وهنا النبتة دي طولت والنبتة دي لأ. معنى كده إنه هنا سقى النبات بمية أكتر. يبقى المية دي عندي هي إيه؟ هي المتغير المستقل، كمية المية. كمية المية. طب أنا عرفت منين اللي هي المتغير المستقل؟ بص هنا النتيجة مختلفة. النتيجة المختلفة دي بتعتمد على إيه؟ بتعتمد على السبب. السبب بتاعي هنا هو كمية المية اللي بسقي بيها الزرع. فده كده المستقل، المتغير المستقل. طب ايه هي المتغير التابع بتاعي؟ قلنا اللي هو حجم النبات، واللي انا بقدر اتحكم فيه بواسطة كمية المية اللي انا بحطها. اللي هو يبقى هو كده بيعتمد على ايه؟ المتغير التابع بيعتمد على السبب اللي هو المستقل. تعالوا نحل المسألة برضو اللي هي موجودة في الكتاب عشان نأكد على مذاكرتنا او على فهمنا.
بيقول لك هنا أجريت تجربة للمقارنة بين نوعين من ورق المناديل من حيث كمية المية التي يمكن امتصاصها، أي مما يلي يعد صحيح. يبقى أنا هنا من السؤال عاوز أفهم كام نقطة. هنا بيقول لي عاوز يقارن نوعين من المناديل من حيث كمية المية التي يمكن امتصاصها. يبقى أنا عندي أنواع المناديل هنا إيه؟ هي المتغير المستقل، واللي انا بقدر اغيره. يبقى ده السبب عشان يعمل لي النتيجة اللي هو هيشوف المنديل ده بيمتص قد ايه كمية مية. يبقى هنا المتغير المستقل عرفنا اللي هو نوع ورقة المناديل من السؤال. قبل ما اشوف الاجابات عرفت من السؤال. يبقى هنا طيرت اتنين، طيرت الف وطيرت د. جميل. يبقى انا هنا ما بين ب وج. المتغير التابع ده هو قلنا ايه؟ هو كمية المية اللي نوع المنديل ده هيقدر يمتصه. يبقى هي كمية المية كمية الماء الممتصة. يبقى كمية الماء المستخدمة في التجربة لأ، هي الممتصة. يبقى الإجابة ج. تعالوا نرجع تاني لموضوع بقى درسنا الأساسي وهي طاقة الوضع، ونعرف يعني إيه طاقة أصلا. طيب الطاقة دي إحنا الحصة اللي فاتت لما كنا مثلا نجيب صندوق هنا ونزقه من هنا لهنا، قلت عشان أزقه يعني أنا بأثر عليه بقوة. وما دام بأثر عليه بقوة يبقى أنا أنتجت من جسمي أنا طاقة عشان أقدر أبذل القوة دي. طيب الطاقة دي من خلالها بذلت إيه؟ بذلت قوة. فأثرت على الصندوق في اتجاه نفس اتجاه حركة فبذلت من خلاله شغل. يبقى الطاقة هي المقدار أو الحاجة اللي من خلالها بقدر أبذل شغل، المقدار الذي من خلاله أستطيع بذل شغل. والشغل أصلا لو فاكرين تعريف الحصة اللي فاتت قلنا هي الطاقة اللازمة في أول التعريف. الطاقة اللازمة كده معنى كده إن الشغل هو أصلا نوع من أنواع الطاقة. تمام. وأصلا الطاقة اللي هي بيبقى رمزها E والشغل اللي هو W بينهم علاقة طردية. يعني كل ما زاد الشغل اللي أنا ببذله على الحاجة دي أو على الجسم ده الطاقة اللي أنا بعملها بتزيد معايا. وأي طاقة عندنا بيبقى ليها وحدة، نفس وحدة الشغل اللي احنا خدناها الحصة اللي فاتت اللي هي الجول أو الكيلو جول، بس احنا بنتعامل أكتر بالجول. تمام. عندي بقى الطاقة دي بتنقسم لحاجتين: طاقة الوضع وطاقة الحركة. يعني ايه طاقة الوضع وطاقة الحركة؟ يعني مثلا جبت السماعة دي حطيتها على ايدي بالمنظر ده، هل هي كده؟ هي كده ساكنة، بس انا رحت جبتها من هناك وانتجت من جسمي طاقة. تمام. فاصبح جواها طاقة مختزنة. طاقة مختزنة مني انا عشان انا رحت جبتها كده وحركت الجسم في نفس اتجاه القوة اللي انا بنتجها فبذلت عليها شغل وحطيتها هنا، اصبح اللي هي جواها كده طاقة مختزنة مني. يبقى هي كده السماعة فيها طاقة مختزنة وجسمي ثابت اهو ما بتحركش وهو ثابت. طيب الحركة بقى، طاقة الحركة مثلا خدت السماعة دي ورميتها كده او بالوضع ده كده وحركتها كده واتكسرت كده، مش مهم ما علينا. المهم اللي انا كان في حالة حركة. معنى حالة الحركة ده او جبت كورة وحدفتها يبقى كده انا اكسبت للجسم طاقة حركة، اكسبت للجسم طاقة حركة وبقى متحرك. جميل. طيب وطاقة الوضع كده زي ما قلنا ان السماعة اهي على كف ايدي فهي كده اكتسبت شغل، اكتسبت طاقة وضع فاصبحت طاقة مختزنة جواها. كسبت طاقة وضع ازاي؟ عشان انا بذلت عليها شغل، بذلت طاقة من جسمي فتحولت اثرت عليها بقوة، قوة في نفس اتجاه حركة الجسم اهي وحطيتها هنا. تمام. يبقى طاقة الوضع دي ايه؟ عبارة عن ايه زي ما قلنا دلوقتي؟ طاقة الوضع عبارة عن الطاقة المختزنة جوه السماعة دلوقتي. الطاقة المختزنة في الجسم نتيجة ايه؟ نتيجة اللي انا بذلت شغل عليه، نتيجة بذل شغل عليه. طيب جميل. طاقة الوضع دي
زيها زي الشغل، احنا قلنا الاتنين طاقات. طيب الشغل كنا بنقول ايه اللي بيأثر عليه او ايه هي العوامل المؤثرة فيه؟ كنا قايلين ان الشغل بيساوي قوة في ازاحة، فاصبح ان العوامل المؤثرة عليه هي القوة والازاحة دي. طيب طاقة الوضع زيه زي الشغل، ما هما الاتنين طاقة، فاكيد في حاجات مؤثرة عليه. اول حاجة من العوامل المؤثرة، العوامل المؤثرة على طاقة الوضع عندي هي الوزن. الوزن، ايه الوزن ده او ايه وزن الجسم ده؟ تعالوا نعمل تجربة بسيطة عشان نفهم. جبنا مثلا هثبت ايدي كده، تمام، وهثبت ارتفاع الجسم اللي هحدفه عليها، يبقى اصبح ان الارتفاع ده وايدي دي هما ايه؟ متغيرات الضابطة. تمام، رميت الجسم ده كده، فايدي اتحركت حركة لتحت، الحركة دي هي المتغير ايه؟ التابع، نتيجة اللي انا رميت وزن جسم معين. طب لو غيرت وزن الجسم ده، احنا قلنا المتغير المستقل بتاعنا اللي هو السبب بنغيره، وجبنا مثلا حاجة وزنها اكبر وحدفتها على ايدي، بص حركتها اتغيرت مع اني حادفها من نفس الارتفاع. معنى ان حركتها اتغيرت يعني النتيجة عندي اتغيرت، النتيجة اللي بقدر اتحكم فيها بواسطة المتغير المستقل. طب تعالوا نغير المستقل تاني ونجيب حاجة وزنها اكبر، الوزن بتاعي اهو اتغير، نفس الارتفاع حدفته نزل اكتر، فحركة الايد دي اصبحت ايه؟ متغير التابع للمستقل اللي انا غيرته. فمن الثلاث اوزان دولت اكتشفت ايه بقى؟ ان لما بغير وزن الجسم وزودت وزن الجسم فطاقة الوضع عندي بتزيد. ليه بقى طاقة الوضع عندي بتزيد؟ ما انا اهو يا عم اهو حركته كده فنزل شوية، جيت الكبير حركته كده فايدي نزلت اكتر، معنى كده اني اثرت بطاقة وضع، بقى الجسم عنده طاقة وضع، طاقة مختزنة جواه اكبر من الجسم اللي قبله او السماعة. فاللي استنتجته بقى من التجربة ان كلما زاد وزن الجسم زاد طاقة الوضع اللي هي الطاقة المختزنة داخل الجسم. طيب وقلنا ايه اللي كان متغير مستقل عندنا؟ المتغير المستقل عندنا كانت الاوزان او الاحجام المختلفة، والتابع اللي هي حركة ايدي، والضوابط عندنا كانت الارتفاع اللي انا بحدف من عليه والايد نفسها. طيب جميل، في حاجة تاني برضو بتأثر على طاقة الوضع، وهي نفس التجربة، لو أنا نفس إيدي هي المتغير الثابت والارتفاع والوزن، بس اللي هثبته هنا من الضوابط هو الوزن، والارتفاع اللي كان من الضوابط لا هخليه هو المتغير المستقل اللي هو السبب بتاعي. فمثلا هحذفه من هنا، اتحركت سنة صغيرة، الحركة هي برضو المتغير التابع بتاعي. طب رفعت أكتر، اتحركت اكتر، ايدي اتحركت اكتر. طب لما اجي ارفع اكتر واكتر ايدي هتتحرك اكتر، معنى كده ان كل ما بزود الارتفاع طاقة الوضع للجسم بتزيد وبتأثر اكتر على حركة الايد. يبقى هنا برضو الارتفاع، تاني نقطة عندي هو ارتفاع الجسم، ان كلما زاد ارتفاع الجسم زاد طاقة الوضع للجسم. طيب من العلاقتين دول بقى اللي احنا استنتجناهم من التجربة دي، نقدر نعمل قانون لطاقة الوضع. أصبحت طاقة الوضع طردية معمول بينها وبين وزن الجسم وارتفاع الجسم طاقة طردية أو علاقة طردية. فمن العلاقة الطردية دي، طب ما احنا ممكن نقول إن طاقة الوضع تساوي وزن الجسم في ارتفاع الجسم. تعالوا بقى نعوض بالرموز بتاعتهم. طاقة الوضع بنرمز لها بالرمز بي اي،
ووزن الجسم نرمز له بالرمز W، والارتفاع H. طيب وزن الجسم بنقيسه بالايه؟ بالكيلو، والارتفاع بنقيسه بالمتر، وطاقة الوضع عارفين بالجول. طب احنا كنا خدنا قبل كده ان الوزن ممكن ليه قانون تاني، ان الوزن بيساوي الكتلة في الجاذبية الأرضية اللي هي الجي، اللي كانت عندنا حاجة ثابتة بتساوي 10 نيوتن لكل كيلو. طب ما تيجي كده نعمل قانون جديد اللي هو هيبقى البي اي طاقة الوضع بتساوي الكتلة اللي كان رمزها ام في جي في اتش. جميل. تعالوا برضو لو محدش فهم طاقة الوضع كويس تعالوا نشرحها من المثال اللي في الكتاب. نسمي الله اهو. بصوا المثال عمل ايه؟ ثبت عندي الارتفاع، فاصبح الارتفاع ده متغير ضابط، والرمل برضو والحاجات دي متغير ضابط. غير ايه المتغير المستقل بتاعي؟ هو حجم الكرات. فرميت الكرة الصغيرة، بص ما غاصتش في الرمل ازاي، فاصبح النتيجة بتاعتها ان هي بقت هنا. طب لما كبرت الكرة الاكبر منها طاقة الوضع كبرت ونزلت اكتر. طب هنا بقى دي هتغوص خالص، دي اصلا مش هنشوفها من الرمل عشان حجمها او وزنها كبير. فاصبح ايه؟ اصبح ان طاقة الوضع بتزيد مع زيادة الوزن. بص المتغير الضابط هو ارتفاع الكرات اللي قلنا عليه هنا، وكمية الرمل برضو من المتغيرات الضابطة. المستقل هو وزن الكرات، والتابع هو عمق الحفرة التي تكونها كل كرة. وهنا ثبت بقى ايه؟ ثبت وزن الكرة وثبت الرمل، والارتفاع غيره، فانتج ايه او استنتج ايه؟ استنتج ان كل ما الارتفاع زاد برضو طاقة الوضع تزداد. تعالوا هنا نحل الاسئلة اللي موجودة. بيقول لك احسب طاقة وضع جسم كتلته 6 كيلو يوجد على ارتفاع 3 متر. تعالوا نعمل نفس اللي احنا عملناه الحصة اللي فاتت، ونحط كل حاجة في مثلث. جميل. قلنا فوق هيبقى ايه؟ هيبقى البي اي، وتحت هيبقى الوزن اللي هو W، والارتفاع اللي هو H. طيب برضو من القاعدة اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت ان ايه؟ اي حاجة تحت بعض يعني طاقة الوضع تحتها الوزن بتبقى علاقتها طردية. طيب تعالوا بقى نحل السؤال. كتلته هو بيقول لي 6 وارتفاعه 3 متر. طب ما احنا عارفين ان الوزن كتلة في عجلة الجاذبية اللي هي 6 في 10، يبقى الوزن عندي بكام؟ ب 60. طيب وارتفاعه 3 متر، الارتفاع عندي في 3 هيبقى 3 في 60 ب 180 ايه؟ 180 جول. طيب تعالوا هنا نحسب قيم فهمك. احسب وزن الجسم الذي تصبح طاقة وضعه 88 ايه؟ جول عند رفعه من سطح الأرض 11 متر لأعلى. هو هنا مديني طاقة الوضع ومديني الارتفاع، فاللي أنا عاوزه هخبيه يا مستر. أنا عاوز الدبليو فهخبيه، فيبقى بي اي على الارتش اللي هو الارتفاع، هيبقى 88 على 11 فيها التمانية، 8 كيلو. طيب احسب ارتفاع جسم. معلش الوزن بالنيوتن، الوزن وحدته نيوتن. احسب ارتفاع جسم من سطح الارض عن سطح الارض، علما بان وزنه 5 نيوتن وطاقة وضعه 20 جول. يبقى هعمل ايه هنا؟ هقسم ال 20 على 5 عشان اجيب الارتفاع. هيديني كام؟ هيديني 4. 4 ايه؟ 4 متر. تعالى نخش على اللي بعده. يقول لي هنا يبذل شغل مقداره 150 كيلو جول لرفع جسم كتلته 50 كيلو جرام من سطح الأرض إلى ارتفاع H فوق سطح الأرض. طيب مش هو مديني الشغل، واحنا قايلين ان طاقة الوضع دي هي الطاقة او الطاقة المختزنة نتيجة بذل شغل. طب ما طاقة الوضع دي هي الشغل اللي هو مديهولي اللي هو 150 كيلو جول. لو عايزين نحولها للجول هنضرب 150 دي في 1000 ونحط التلات اصفار ب 150,000. طيب مقدار الارتفاع، انا معايا الكتلة
لو عاوز اجيب الوزن هضربها في 10 هتبقى 500. وعاوز اجيب بقى الارتفاع يبقى هقسم ال 15 او 150 الف دولت على ال 500. هيديني كام؟ هيديني 300 متر. طيب تعالوا نحل برضو السؤال ده. بيقول لك الشكل المقابل يوضح مسار كرة قدم قام لاعب بركلها وتمثل الارتفاع x و y و z 3 مواضع في مسار حركة الكرة. أي مما يلي يعبر عن طاقة الوضع الكرة في المواضيع الثلاث x و y و z. طيب هو هنا في حد منكم هيقول لي مثلا ان الكرة في حالة حركة، وده صح لانها هنا شطها فهي بتتحرك، بس انا عاوزها هنا في النقطة اكس في اللحظة اللي كانت فيها في النقطة اكس طاقة وضعها قد ايه. فهنا الاعتماد الكلي بيبقى على الارتفاع لان وزن الكرة ثابت. طب الارتفاع هنا مش زي الارتفاع هنا مش زي الارتفاع هنا، فانا هرتبها على حسب الارتفاع. كل ما زاد الارتفاع زادت طاقة الوضع بتاعتي، فاصبح ده الاقل وده الاعلى منه شويه وده الاعلى خالص. فعاوز اشوف المنحنى اللي بيمثل الكلام اللي انا بقوله ده. هنا اكس فعلا الاقل بس زد الاعلى خالص، لا انا عندي واي هي الاعلى خالص. هنا الثلاثه متساويين غلط لان الثلاثه مش على ارتفاع واحد. هنا اكس اعلى وواي اقل حاجه فلا دي مش عاوزها، فتبقى الاجابه هي د لان هنا ايه اكس اقل حاجه تليها زد تليها واي. طيب واخر جزئيه معانا زي المره اللي فاتت بالظبط اللي هي اسئله ماذا يحدث. ايه اسئله ماذا يحدث دي؟ بتعتمد على علاقات. احنا عندنا ايه خدنا ايه النهارده اللي هي طاقه الوضع، مرتبطه او علاقتها طرديه مع مين؟ مع الوزن يا مستر، وبرضه علاقتها طرديه مع الارتفاع. فمعنى كده ان مثلا لو جيت زودت الارتفاع ده للضعف هتزيد طاقه الوضع معايا للضعف. طيب لو قليت او قللت الوزن للضعف او قللت الوزن للنص يبقى طاقة الوضع عندي هتقل ايه برضو؟ للنصف. طب لو زودت الارتفاع للضعف وقللت الوزن للنص هيبقى طاقة الوضع تظل كما هي. تظل كما هي. ومتهيألي يعني احنا من المرة اللي فاتت حلينا عليها أسئلة كتير في حصة الحل على السرعة وعلى الشغل، فهنقدر نحل أسئلة طاقة الوضع دي ومش هتسبب لنا أي مشاكل. طب عندنا معلومة تاني، التكامل مع علم الفيزياء. التكامل مع علم الكيمياء. ايه بقى التكامل مع علم الكيمياء ده؟ في علم الكيمياء مثلا في الطعام او في الوقود بتبقى في روابط كيميائية. الروابط الكيميائية دي بيبقى فيها طاقة مختزنة اللي هي طاقة الوضع، وبتتحول لطاقة حركة عند فك او احلال الروابط دي. بيبقى فيها روابط كيميائية اللي هو بقى طعام او وقود. الروابط الكيميائية دي بتبقى بتحمل طاقة مختزنة، واحنا عارفين ان الطاقة المختزنة دي بتبقى طاقة وضع. بتتحول معايا لطاقة حركة، تتحول لطاقة حركة عند إحلال الروابط دي أو حدوث تفاعل كيميائي. إحلال أو حدوث تفاعل كيميائي. جميل. طب احنا كده يعتبر خلصنا الدرس، هنحل بس أسئلة التقييم. بس أنا عاوز أسألكوا سؤال. السماعة دي قبل ما أحركها انتوا مش شايفينها بس هي موجودة قدامي اهي. السماعة دي وهي على الترابيزة كده أو في الأرض بيبقى الشغل بتاعها بكام؟ او طاقة الوضع بتاعتها بكام؟ جميل. زي ما انتوا قلتوا كده باعتبار اللي انتوا قلتوا طاقة الوضع بتاعتها بصفر. ليه بصفر؟ لان انا ما اثرتش عليها بقوة وبالتالي ما بذلتش شغل، وما دام مفيش شغل يبقى مفيش طاقة وضع ومفيش طاقة مختزنة من الاساس. تعالوا بقى نحل اسئلة التقييم بتاعنا. نسمي الله. بيقول لي صوب ما تحته خط. للطاقة صور متعددة منها طاقة الوضع وإيه؟ قلنا طاقة الحركة مش القوة. طيب تتوقف طاقة الوضع على وزن الجسم وإيه؟ وارتفاع الجسم يا مستر.
طب متغير نقط هو المتغير المطلوب قياسه في التجربة اللي بنعمل أصلا عشان التجربة اللي هو النتيجة، يبقى المتغير الإيه؟ التابع. الطاقة الميكانيكية هي الطاقة المختزنة في الجسم نتيجة الشغل المبذول عليها، لأ دي كده اسمها طاقة الوضع. طب علل، تختلف طاقة الوضع لشخص يقف أعلى برج عند طاقة وضع على سطح الأرض عن طاقة وضعه أثناء وجوده على سطح الأرض. طيب ده ليه بقى؟ لأن طاقة وضعه وهو واقف على البرج في ارتفاع جامد جدا، فمعنى كده إن الارتفاع زايد أو في ارتفاع عالي، فمعنى كده إن طاقة الوضع عالية. طب هو على سطح الأرض مفيش ارتفاع أصلا، فطاقة الوضع هنا هتبقى بصفر. جميل. طيب 2، احتراق الوقود داخل السيارات يكون مصحوبا من حدوث تحول الطاقة، لأن الوقود أثناء وجوده داخل السيارة فهو عبارة عن روابط كيميائية أو بين روابط كيميائية يحمل طاقة مختزنة، الطاقة المختزنة دي اللي هي طاقة الوضع. طيب أثناء بقى اللي هو يشغل المحركات وكده في السيارة، فبيحدث إيه؟ بيحدث تفاعل كيميائي، ونتيجة حدوث تفاعل كيميائي تتحول طاقة الوضع لطاقة حركة. 2، اختر الإجابة الصحيحة. المتغير الذي يتم تغيره أثناء التجربة إجراء التجربة هو المتغير الإيه؟ المستقل. السبب بقعد أغيره أثناء التجربة عشان أتحكم في النتيجة اللي طالعة لي. 2، جسم يختزن طاقة مقدارها إيه؟ 55 جول على ارتفاع 11 متر. يبقى عاوز الكتلة. طب ما نجيب الوزن، هنجيب الوزن ونعمل إيه؟ وهنقسمها على 10. الوزن عندي اللي هو هيبقى 55 اللي هي طاقة الوضع بتاعتي على ال 11 هيديني 5 نيوتن. ال5 نيوتن دولت هقسمها على 10 عشان اجيب الكتلة اللي هي هتبقى بنص كيلو. هنا اكمل. عند نقص كتلة جسم للنص، الكتلة قلت للنص، فإن طاقة الوضع اللي هيحصل لها. طيب مش الكتلة دي أو عجلة الجاذبية أو اللي هو المجال الجاذبية الأرضية الاتنين في علاقة طردية مع الوزن، والوزن علاقة طردية مع طاقة الوضع؟ من خلال بقى كده ايه ان الكتله علاقه طرديه مع طاقه الوضع، او مجال الجاذبيه الارضيه برضو في علاقه طرديه مع طاقه الوضع. يعني لما نقص الكتله للنص، كتله الجسم قلت للنص، معنى كده ان طاقه الوضع في علاقه طرديه فهتقل هي كمان للنص، تقل للنص. طيب عند زياده الوزن الجسم للضعف ونقص الارتفاع للنص، هنا في حاجه بتعوض حاجه. يعني الوزن زاد عندي للضعف بس الارتفاع قل للنص، يبقى طاقه الوضع هتظل ثابته، تظل كما هي. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي في الشكل المقابل كرتان اكس وواي مصنوعان من نفس المعدن يسقطان على ارتفاع 50 متر. اي من الكرتين تختزن طاقة وضع اكبر؟ مع التفسير. انت في رأيك هنا اكس الصغيرة ولا واي الكبيرة هتختزن طاقة وضع اكبر؟ اكيد واي يا مستر. ليه؟ لان وزنها اكبر، وما دام الوزن اكبر يبقى في علاقه طرديه، عشان في علاقه طرديه ما بين الوزن وما بين طاقه الوضع، فكل ما زاد الوزن وهنا الوزن كبير فطاقه الوضع هتصبح اكبر. طب احسب طاقه الوضع. الكره اذا علمت ان كتلته 5 كيلو جرام، هو هنا مديني الكتله، عشان اجيب الوزن هضرب الخمسة دي في 10 اللي هي مجال الجاذبيه الارضيه، فيديني 50 نيوتن اللي هو الوزن. يبقى انا عندي هنا الوزن كام؟ 50 نيوتن. طيب 50 نيوتن دولت هعمل بيهم ايه؟ هضربهم في الارتفاع السنتي عشان اجيب طاقة الوضع. بس الارتفاع ده هو بالسنتي نحوله بقى للمتر، هيبقى 50 من الصغير للكبير نقسم على 100 هيبقى نص. نص في 50 بكام؟ ب25 جول. لازما ما تنسوش التحويلة اللي احنا لازما نضرب في 100، هنقسم على 100 من الصغير للكبير بنقسم ومن الكبير للصغير بنضرب. وكده الحمد لله خلص درسنا النهاردة، وخلصنا الدرس الأول كده من الوحدة التانية كامل. ده كان الجزء المتعلق بامتحان مارس اللي إن شاء الله هيبتدي من بكرة بإذن الله. النهاردة بالليل هننزل لكم بقية حل الأسئلة بتاعة الكتاب بتاعة الجزء اللي احنا شرحناه النهاردة، ويبقى كده معاكم كل حاجة متعلقة بالمادة لحد الامتحان بتاع الأسبوع ده إن شاء الله. وبعد كده هنكمل بإذن الله بقية الشرح المنهج. إن شاء الله تكونوا استفدتوا بالشرح والحصة تكون عجبتكم، فسرت لكم المعلومات بشكل مبسط.
واشوف وشكم على خير ان شاء الله في حصص تانية كتير. وما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وتشيروه لاصحابكم عشان يستفادوا زي ما انتوا استفدتوا. واشوف وشكم على خير. السلام عليكم.